السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد، والنهاردة هنتكلم عن الكاستمرز في سلسلة تعلم الامبلمنتيشن اودو امبلمنتيشن اكاونتنج. النهاردة احنا عملنا جورنالز وعملنا التاكسز وعملنا طبعا شارت اوف اكاونتس. هنبتدي بقى النهاردة نشوف تطبيق الكلام ده لما نيجي نكريت عميل جديد ونعمل له فاتورة ونشوف البيمنت بتاعتها. ندخل على اكاونتنج، تمام. هنيجي على كاستمرز، ننزل اخر واحدة الكاستمرز، نقول له نيو، نسميه اي حاجة anyone مثلا. يعني هو هنا طبعا اودو لما بتيجي تفتح بيديك انت بتختار هو شركة ولا شخص، يعني انت بتعمل مع شركة ولا شخص. احنا اخترنا له شركة anyone، تمام. وده هنا الكونتاكت انفو بتاعت الشركة دي، سواء عنوان، رقم تليفون، موبايل، ايميل، ويب سايت، الحاجات دي كلها، تمام. هنا نيجي عند السيلز اند برشيز، لو في سيلز بيرسون الشركه يعني عندنا هو اللي بيتعامل مع الكلاينت ده. البيمنت تيرمز بنحددها هنا، بنختار عدد الايام اللي هو المفروض يدفع فيها، سواء immediate payment يدفع دلوقتي او 15 او على حسب الفتره اللي احنا عايزينها يعني، او بنحددها بقى في اتفاق الكلام ده في العقود، يعني بقى ايه موضح بشكل اكبر يعني. طيب نقول له مثلا ايه، خليها 15 يوم. وهنا بننزل تحت company ID، رقم الشركة، والكومباني دي الشركة بتاعتنا. لو احنا عاملين مالتي كومباني يعني عندنا كذا شركة، بنقدر نقفل العميل ده على الشركة دي، فاحنا بنختار الشركة بتاعتنا. والاندستري اللي هو بيشتغل فيها بنحطها له برضو لو احنا حابين، يعني دي كلها بيانات ايه نقدر نحطها لو احنا عايزين، لو مش عايزين عادي يعني، مش هتفرق في حاجة في الشغل يعني. طيب الاكاونتنج هنا الاكاونتنج انتريز هو بيقرا لوحده ان الاكونت ريسيفبل على حساب الاكونت، يعني يرمي الفاتوره على حساب العميل الاكونت ريسيفبل زي ما معمول في الشارت اوف اكونتس، ولو في فاتوره موارد بتترمي على الاكونتس بيبل. طيب احنا بنقول له سيف، خلاص كده كريتنا العميل بتاعنا، سمينا اني 1. نرجع على كاستمرز تاني وندخل على انفويس، هنعمل بقى فاتوره للعميل ده. بندوس نيو. اول حاجه هو بيدينا كده رقم، احنا حاطين الاي ان في ده لو انتوا فاكرين في الجورنال كشورت كات كده، هو بيحط لك بعديه السنه اللي احنا شغالين فيها، وبيديله سيريال زيرو يعني 4 صفار 1، وبيكمل على طول بعد السيريال ده. انت تقدر تغير تحط السيريال اللي انت عايزه او اللي انت شغال بيه، تمام. هنا بنختار اسم العميل اللي احنا هنشتغل معاه. هنا تاريخ الفاتوره، هنا هو بيدالك يعني الديفولت بيخليها توداي، لا احنا هنعملها مثلا ايه، اعملها لي 1/9، تمام. البيمنت تيرمز وكده لو احنا بنحددها مانوال، لا احنا مش هنحددها مانوال، لا احنا هنختار العميل احنا اوريدي محددينها anyone. هو قال لك 15 يوم زي ما احنا محددين. ده جورنال كاستمر انفويس طبعا. وهنا الكرنسي اي جي بي لو انت عايز تغير العمله برضو، وهنعمل السيت اب بتاع العملات في فيديو لوحده. اد لاين، ده هنا اللاينات بتاعت الفاتوره بقى لما بنيجي نعمل فاتوره نقول له اد لاين. هنا لو احنا عاملين برودكتس مسمينا او سيرفيس او خدمات من اللي احنا بنقدمها عاملينها كشكل برودكتس، وده برضه هيتعمل له فيديو لوحده. طبعا الاكونت اللي بيرمي عليه الريفينيو. الكوانتيتي 1 لو احنا عايزين نغير البرايس نقول له مثلا احنا ده 10,000 تاكس، انت هتضيف تاكس حط لي 14% تاكس. بيظهر لنا تحت هنا الرقم قبل الضريبة 1400، توتال الفاتورة 11,400. شكل الانتري بيبقى عامل كده. الريفينيو كريدت بال10,000 اللي هو السيرفيس، والفات كريدت بال1400، وتوتال الفاتورة الاكونت ريسيفبل بال11,400. وده اذر انفو، ده بيديك بيانات بس كده عن الشركة لو احنا حاطينها، تمام. وبندوس كونفيرم، يبقى احنا كده عملنا ايه الفاتورة. طيب تعال نبص على انفويسز. هنا الديو ديت 45 يوم. ايه 45 يوم؟ احنا المفروض الفاتوره دي 1/9 تدفع 15/9، النهارده 30/10، فالفاتوره دي ديو، عامله لك بالاحمر كده يعني ديو. طيب تعال ندفع الفاتوره. احنا قلنا الفاتوره ب 11,400 زي ما قلنا. فتحنا كده الفاتوره بعد ما عملنا لها كونفيرم. عندنا هنا بقى سند، لو عايز تبعتها على الميل برنت بيطلع لك بقى فورم الفاتوره، ممكن تبقى حاطط اللوجو بتاعك وشكل الفاتوره بيبقى عامل ازاي. الباي، دوسنا باي. نختار الجورنال اللي احنا عملناها البنك طبعا مانوال.
هو بقى هنا مثلا عايزين نجرب حاجة، لو هو دفعش 11400، هو دفع 11000 بس، تمام، ده 11000. ايه اللي بيتم؟ البيمنت ديت هنا، ده تاريخ البيمنت اللي احنا بنحدده هنا بقى، ده اللي انا عايز اتكلم عليه. البيمنت ديفرنس في 400 جنيه فرق، هو المفروض يدفع 11400. طيب كيب اوبن، يعني سيب الفاتوره ما تقفلهاش، او مارك از فولي بيد، او اقفل الفاتوره ادفعها كلها. 400 دول انا اتفقت مع العميل دول ان دول هيبقوا اي حاجه بقى، انزلهم على حساب اي حاجه، هنزلهم بقى على حساب، يعني اي حساب نحطه فيهم، المفروض بنك تشارجز اي حاجه يعني، هنخليهم دلوقتي مثلا على الحساب ده فات ريسيفد. معنى كده ان الفاتوره كلها اتدفعت، وانا اتفقت مع العميل ان الفلوس دي تشارجز، او الفلوس دي انا هشيلها يعني باي شكل من الاشكال. لو انا عملتها قلت له كريدت بيمنت هيعمل لي الفاتوره بيد. لو انا سبتها له كيب اوبن، لو انا رحت جاي قلت له لا كيب اوبن، هيقول لي ان الفاتوره لسه ايه مش باين. تعال نجرب كده، كريدت بيمنت بارشال بيمنت، يعني مدفوع جزء منها. طيب من الحاجات برضو اللي احنا نقدر بقى نعدل فيها، دي البيمنت، دخلنا جوه البيمنت، هو جاب لك الجورنال بتاع البيمنت، ديبيت البنك بال11، كريدت الاكونت ريسيفبل، والحساب ايه معمول، نعمل لها ريسيت درافت نفكها يعني علشان نقدر نعدل فيها. ونرجع تاني على البيمنت، الويلز كاستمر بيمنتس، انا عايز ادلت البيمنت دي كلها، هي معمول لها ريسيت درافت بنعلم عليها، وفي اكشن ديليت بيقول لي ان هي ايه مش معمول لها ريسيت درافت. امال انت عايز ايه؟ طيب خلينا نشوف customers payments، مالها البيمنت، journal entry، cancel entry، كنسل الانتري ده خالص، customer payment action delete. دلتنا البتاع، كان لازم نكنسل الانتري علشان هو اوريدي عمل انتري عشان نعرف نعمل لها ديليت. طيب احنا عايزين بقى نعمل لها، احنا عملنا لها، كنا عملناها بارشل، تعالى نقفلها بقى على طول. باي 11400 دفعها النهارده مفيش مشكله، كريت بيمنت بايد، الفاتوره كده اتقفلت كلها. طيب احنا لو عايزين نعمل حاجه تاني كده، الكاستمرز كلها فاضل فيها بس البرودكتس، نقدر ايه نتكلم فيها في الفيديو الجاي ان شاء الله. لا الفيديو الجاي هنعمل فيندورز، ممكن الفيديو اللي بعده نتكلم عن البرودكتس. يعني اتمنى الفيديوهات تبقى عجباكم، لو في اي حاجه سيب لي كومنت، وان شاء الله ايه نحاول نحسن الدنيا احسن. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.